الريب منزلي ناجح 100%، مكونات سهلة وبسيطة غادي ينفعكم في هذه الحرارة. ضغطوا على لايك وسجلوا الفيديو. بالنسبه للمكونات فغنحتاجوا 2 اطرو ديال الحليب. بالنسبه للاطر الاول فغادي نديروه فوق النار باش يغلى لينا. الاطر الثاني غادي نضيفوا له 7 المعالق ديال السنيده، ممكن نديروا 8 المعالق. بالنسبه للسكر فعلى حسب الذوق. انا ضفت 1 المعلقه صغيره ديال الفاني، وغادي نضيف 2 علاب ديال اليوغورت يكونوا بنكهه ديال الفاني. غنخلطهم مزيان حتى يندمج لينا الخليط، المكونات كاملين مع بعضياتهم. وهنا بالنسبه للحليب فغنخليوه كما قلت لكم حتى يغلى. من بعد ما يغلى غنخليوه يدفى لينا واحد شويه. من بعد كنضيفوه على الخليط الاول ديال الحليب ويوغورت. صافي كنخلطوا المكونات كاملين مزيان مع بعضياتهم، وكناخذوا كؤوس هكا ديال الريب كنعمروهم. بالنسبه لهذا الريب هذا فما تحتاجوش نهائيا انكم تضيفوه في يعني تضيفوا له الماء طايب وديروه في الكوكوط. فهذاك درتو مباشره في بلاطو وغطيتو وخليتو حتى الغد. ممكن انكم مع الحراره غير ساعتين فهو كيكون جاهز، كيكون ناجح 100%. جربوه وخلي لي رايكم في التعليق. ردي بهواك ما شكيت، صبر نضرار عالتي، ولا لا نلت ما نويت منك يا روح راحتي، ولا لا نلت ما